السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ أحب أنبهك إن القصة اللي هتسمعها النهاردة مش مناسبة لضعاف القلوب. أحداثها هتخليك تشك في كل صوت تسمعه بالليل وكل مكان مهجور تعدي من جنبه. لو بتحب قصص الرعب والغموض يبقى جهز السماعات واطفي النور وحاول ما تكونش لوحدك، لأن اللي هتسمعه دلوقتي ممكن يفضل في دماغك حتى بعد ما الفيديو يخلص. ويلا بينا نبدأ قصتنا. بطل قصتنا النهاردة اسمه يوسف، شاب عنده 29 سنة، شغال مصور فيديوهات لليوتيوب. قناته كانت متخصصة في استكشاف الأماكن المهجورة، وكان همه إنه يجيب محتوى يخوف الناس. في يوم جاله تعليق غريب: لو بجد مش بتمثل روح بيت الغفير اللي جنب المقابر القديمة في المنوفية، بس ادخله بعد الساعة 12. يوسف افتكرها مجرد خرافة. سأل أهل المنطقة عن البيت. أول ما ذكر اسمه وشوش الناس اتغيرت. واحد عجوز قال له لو دخلت ما تردش على أي حد ينادي اسمك. يوسف ضحك وقال يا عم دي هتبقى أحسن حلقة. الساعة 12 إلا ربع وصل قدام البيت. كان بيت طيني قديم، شبابيكه مكسورة وبابه مفتوح كأنه مستنيه. أول ما دخل حس إن درجة الحرارة نزلت فجأة. الكاميرا كانت شغالة، كل حاجة كانت طبيعية، تراب، أساس مكسور وصور قديمة على الحيطة. لكن وهو بيصور الكاميرا عملت تشويش لثانيتين. بص في الشاشة شاف راجل واقف آخر الطرقة. رفع الكاميرا بسرعة، الطرقة كانت فاضية. قال لنفسه أكيد انعكاس وكمل تصوير. بعد دقايق سمع صوت باب بيتقفل فوق، مع ان البيت دور واحد بس. بعدين خطوات بتمشي ببطء، كل خطوة اقرب من اللي قبلها. يوسف نادى مين مين، محدش رد، لكن الخطوات وقفت. قرر يخرج، راح ناحية الباب. اكتشف ان الباب اختفى مكانه، بقى حيطة. وقف مكانه، قلبه كان هيخرج من صدره. لف، لقى نفس الطرقة أطول من الأول وكأن البيت كبر. فجأة الكاميرا وقعت من إيده، ولما رفعها شاف في الشاشة راجل عجوز واقف وراه مباشرة، لابس جلابية رمادي ووشه كله تراب. لف بسرعة، مفيش حد. رجع بص في الشاشة، الراجل لسه واقف، لكن المرة دي كان أقرب. يوسف جري، كل أوضة يدخلها ترجعه لنفس المكان، لحد ما دخل أوضة صغيرة في نصها كرسي خشب، وفوق الكرسي راديو قديم. الراديو اشتغل لوحده وصوت مبحوح طلع منه. وصل واحد جديد. في اللحظة دي كل أبواب الأوض رجعت تتقفل مرة واحدة. بدأ يسمع حد بيجري في الطرقة، مش بيمشي، بيجري بسرعة مرعبة. الصوت قرب من باب الأوضة، وقف، وبعدين حد خبط على الباب خبطة واحدة. يوسف مسك نفسه، بعدها خبطة تانية أقوى، وبعدين صوت قال يوسف افتح. كان نفس صوت أخوه، لكن أخوه كان في القاهرة. يوسف افتكر كلام الراجل العجوز: ما تردش على أي حد ينادي اسمك. فضل ساكت. الصوت اتغير، بقى صوت أمه، ثم صاحبه، ثم طفل صغير بيعيط. كلهم بينادوا عليه وهو ساكت. بعد 5 دقايق كل الأصوات اختفت. الباب اتفتح لوحده. طلع يجري وشاف باب البيت الحقيقي. خرج بكل قوته. أول ما خرج وقع على الأرض. كانت الساعة 12:07 بالظبط. استغرب، هو كان جوه أكتر من ساعة، إزاي عدت 7 دقايق بس؟ رجع البيت، فتح تسجيل الكاميرا. أول 10 دقايق كانوا طبيعيين، بعدها الكاميرا صورت يوسف وهو بيجري. لكن الغريب كان في حد بيجري وراه، راجل عجوز وشه كله تراب. يوسف عمره ما شاف بعينه، لكن الكاميرا سجلته بوضوح. وفي آخر ثانية في الفيديو
قبل ما التسجيل يفصل الراجل قرب من الكاميرا وقال بصوت واطي: المرة دي خرجت، لكن سبت ضلك عندي. من يومها يوسف بقى كل ليلة الساعة 12 و7 دقايق بالظبط بيشوف في المراية إن في راجل واقف وراه. أول ما يلف ما بيلاقيش حد، لكن في المراية الراجل بيفضل موجود. وبكده يكون قصتنا خلصت. لو عجبتكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وسلام.